المهم ملخص الموضوع ان الفيديو ده كان عن فستان عملته في اول رمضان علشان اقضي بيه كل رمضان. ملحوظه، الفيديو ده انتوا هتشوفوه متاخر سيكه 2 3 بس مش بسببي، اوكي؟ بصوا، هو الحقيقه بسببي، بس انا كان عندي امتحانات وانتوا فاهمين بقى. اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. تقريبا رمضان خلاص بيخلص مننا، احنا في العشر الاواخر وتقريبا قربوا يخلصوا كمان. والحقيقه قبل ما رمضان يبدا كان عندي كذا خطه، بس واقعيا كان عندي 100 ترم في نص رمضان، علشان احنا عندنا تقريبا في الكليه بيعبدوا المدرجات والدرجات وضيعوا لي نص الشهر. مش مسامحكم على فكره. المهم ملخص الموضوع ان الفيديو ده كان عن فستان عملته في اول رمضان علشان اقضي بيه كل رمضان. وليه حبيت اعمل حاجه زي كده؟ لاني كنت عارف ان في رمضان ده هنزل كتير تراويح، حلقات الفجر، والكليه عشان الميد ترم. وكشخص عموما بيحب قوي يختار الحاجه اللي هو هيلبسها ويكون مريحه بالنسبه له، وخصوصا اكون انا اعملها بنفسي. وتحديدا عشان كان نفسي استقبل رمضان بحاجه مختلفه تحسسني بالاجواء، لان الامتحانات حرفيا ضيعت كتير قوي من الحاجات اللي انا بحب اعيشها في رمضان. بس كده، مقدمه طويله عريضه، ممكن تكون اصلا اوريدي زهقتوا، بس راعوا ان انا لسه مخلص امتحانات اصلا وبحاول لسه ادرك ان احنا في رمضان. ودلوقتي يلا بينا نروح نشوف الحوار مش ازاي. وهتشوفوا الريزلت بتاعت الفستان في اخر الفيديو. ترانزيشن. اول حاجه طبعا هنفكر فيها هي الديزاين. طلعت مع اسراء كول وكنا بنظبط هنعمل فيه ايه بالظبط. والحقيقه هدفي من الفستان ده اني كنت عايز بجد اتجنب كل الغلطات اللي انا عملتها في الديزاينات قبل كده. واهم توبيك بالنسبه لي يكون في جيوب. بجد كان نفسي اعمل الحوار ده من زمان. زائد اني كنت عايزه اغير شويه من ستايل الفساتين اللي بعملها، اللي كلها دراعات بامب وواسعه. كان التارجت بتاعي فستان كده، كان عندي كنت عاملاه من فتره طويله جدا، هتشوفوا صورته في مكان ما دلوقتي. الدراعات بتاعته كانت عجباني قوي، كنت عايزه اكررها تاني، بس كانت الحاجه اللي مش عجباني فيها شكل الزراير. وهنا قررت افتكاسه جديده، اني قررت اخلي بدل الزراير سوسته بتفتح وتقفل. وطبعا الهدف من كل الحاجات دي ان يكون سهل ان انا افتحها عشان لو عاوزه اتوضى بره البيت او حاجه. المهم الحاجه اللي انا كنت عايزه اطلعها في الاخر كانت عباره عن ميكس ما بين كذا حاجه في دماغي. وايه مدى نجاح حاجه زي كده معرفش، ولان انا بحب المجازفه ومش اول مره افتكس افتكاسه وتنجح او تفشل، يعني عادي بتحصل حاجات كتير وبتبوظ، بس بداري على شمعتي يعني. اوكي. ونزلت جبت القماش وبدات الرحله. طبعا الوجهه بتاعت اي حد عايز يجيب قماش هي بتكون منطقه الازهر. وهنا كنا خلاص جبنا القماش ومروحين. ولما جيت اقص القماش صراحه كنت حابه اسهل على نفسي عشان الموضوع ما يبقاش معقد وما بقاش مش عايزه اخد الريسك، فخدت المقاسات من فستان اوريدي موجوده عندي. وعلى فكرة موضوع ان احنا نتعلم ان احنا نقص بنفسنا ونخيط ونعمل ديزاينات لنفسنا مش صعب، هو بس محتاج انك تاخد الريسك وتفتح اليوتيوب. وفي نص البروسيس وكل حاجة كانت ماشية كويس جدا جدا على غير العادة، حصل اللي كان المفروض ما يحصلش. السير بتاع المكنة اتقطع. الحقيقة كانت الخطة خلصها كلها في يوم، بس يعني الحوار ده عطلني يومين تقريبا، بس مرت على خير. وهي الدنيا كده ما فيش حاجة بتمشي سالكة للآخر. وبعد كل الرحلة الطويلة دي من القص والخياطة وكل الكلام ده، جاهزين تشوفوا النتيجة؟
ان انا عملت حاجه حقيقيه. عملت حاجات كتير قبل كده، بس كانت عباره عن اني بشوف حاجه فبتعجبني فبعملها. بس اني ابدا الحاجه من اولها، من اول ديزاين، بدايه من المجازفه، انتقالا لاني اوريدي خلاص في نص الحاجه مش عارف هي هتنجح ولا هتبوظ مني، مش عارف. حاسس ان انا فخور بنفسي سيكا، ان الدنيا ما باظتش مني، واني لسه قادره اكمل في اني بعمل حاجتي بنفسي ولنفسي. واي حد منكم جرب الهاند ميد هيفهم قوي انا بتكلم في ايه. انك تمسك الحاجه بنفسك كده بعد ما كانت ولا حاجه، عباره عن حته قماش على بعضها، وتحولت بقت حاجه تانية خالص. حقيقي احساس لطيف جدا. وبس كده، حدث لطيف كنت حابب اني اشاركه معاكم. وايوه استنوا فستان العيد. وبس كده، سلام. هي ما تنساش اللايك والكومنت والشير، انتوا فاهمين. اوكي، باي.